تفتكر إن ليه ناس بتبقى قادرة تلتزم بالتمرين سنين وناس تانية أسبوع وبتختفي، مع إن الاتنين بيبقوا تقريبًا بادئين بنفس الحماس، وممكن تلاقي اللي اختفى ده كمان كان حماسه أكبر، بس الحقيقة إن الالتزام بالتمرين هو مش مجرد قوة إرادة وبس، في شوية عادات لو التزمت بيهم التمرين هيبقى جزء كبير جدًا من حياتك وهيبقى لايف ستايل عندك، زي الأكل والشرب. السلام عليكم، أنا ياسر والقناة دي معمولة عشان تكون المكان اللي بنطور فيه عقلنا وجسمنا وكمان طريقة تفكيرنا، ولو هدفك تكون نسخة أحسن من نفسك كل يوم فأنت في المكان الصح. أول خطوة افهم إن النتيجة محتاجة وقت. في ناس كتير جدًا بتنزل التمرين وبتبقوا مستعجلين جدًا على النتيجة، مستعجلين جدًا إن هو جسمهم يبقى مثالي وإن هم يوصلوا لحلمهم، مع إن الحقيقة غير كده خالص، الحقيقة إن الحاجة ديّة بتيجي بالاستمرارية، بتيجي مع الوقت. ناس كتير بتنزل الgym أسبوع، شهر، وأول ما تلاقيش نتيجة حصلت على طول بيبدأوا يحبطوا ويختفوا، فأنت لو عايز نتيجة سريعة تحصل لك في أسبوع والّا في شهر، فده مش احترام للرياضة أصلًا. حتى الشخص القوي اللي أنت بتشوفه، الشخص اللي بيكون جسمه مثالي، الشخص اللي أنت بتكون نِفْسك توصل للtarget بتاعه ونِفْسك توصل للجسم بتاعه، ده برضه بدأ من الصفر. الحقيقة إن ما فيش جسم بيتبني في أسبوع، بس في جسم بيتبني بالاستمرارية والسعي. فبدل ما تركّز هي النتيجة جات والّا لأ، ركّز على نَفْسك، أنت بتتحسّن والّا لأ، بُص على نَفْسك بعد أسبوع، بعد شهر، هل أنت بتتحسّن، بتتقدّم ولو بخطوة صغيّرة والّا لأ؟ لإن النتيجة البطيئة أحسن بكتير جدًا من الاستسلام، أحسن بكتير جدًا ما تفضل واقف مكانك. تاني خطوة لازم تلتزم بيها في التمرين، ما تقارنش نَفْسك بحد، ما ينفعش إن أنت تقارن بدايتك بنهاية شخص تاني، المقارنة دي ممكن حرفيًا تخلّيك تكره التمرين وتكره حياتك أصلًا. أنت لسه بادئ وتروح تقارن نفسك بشخص بقى له 5 سنين بيتمرّن، طبيعي هييجي لك إحباط. ومش باقول لك ما تقارنش لأ، قارن، بس الشخص الوحيد اللي المفروض تقارن بيه نفسك هو أنت. قارن نفسك بنفسك، شوف بقيت أقوى، بقيت أنشط، بقيت أحسن، بقيت متطوّر أكتر، هي دي المقارنة الصحية، هي دي المقارنة اللي أنت المفروض تعملها. حتى النتيجة الصغيرة جدًا بتكون مهمة، لإن التطوّر الحقيقي والنتايج ما بيجيش في يوم ولا في أسبوع، التطوّر بييجي في شهور من الاستمرارية. تالت خطوة، خلّي التمرين lifestyle أسلوب حياتك. لو دخلت التمرين وقررت إنك تطوّر من نفسك وتطوّر من جسمك بعقلية مؤقتة، في الغالب هتبطّل. في ناس بتنزل تتمرّن عشان مناسبة وعشان الصيف وعشان جسمها يبقى مناسب في وقت معيّن أو في مناسبة معيّنة، الناس دي غالبًا بعد المناسبة دي على طول وبعد ما توصل للtarget بتاعها بتختفي، ما بتفضلش مستمرة على كده سنين. الناس اللي فعلًا بتبقى مستمرة في التمرين والناس اللي بتعرف تلتزم بيه سنين، هي الناس اللي بتكون واخدة التمرين أسلوب حياة، الناس اللي بتتمرّن وهي مش متحمّسة، الناس اللي بتتمرّن وهي عارفة إن التمرين بقى عادة زي الأكل والشرب والنوم. الالتزام الحقيقي مش إنك تتمرّن وأنت عندك شغف، مش إنك تتمرّن وأنت متحمّس للتمرين زي أول يوم وأول أسبوع، الالتزام هو إنك تتمرّن وأنت ما عندكش شغف وأنت ما عندكش حماس وأنت اليوم كُلّه عندك خلصان وتعبان. الخطوة رقم 4، سهِّل على نَفْسك الgym. لو الgym بعيد عن البيت خلّيه جنب البيت، لو الgym محتاج مجهود كبير ومحتاج وقت كبير عشان تروحه، عقلك هيبدأ يكسّل، عشان كده حاول تسهّل الموضوع على نَفْسك، حاول الgym يبقى قريب منّك والتمرين يبقى قريب منّك، حتى لو هتبدأ من البيت ما فيش مشكلة، وما تبدأش بنظام مستحيل، ابدأ بنظام سهل عليك، في ناس كتير جدًا بتبقى متحمّسة في البداية بتاخد نظام صعب وبعدها بتختفي. ابدأ بالتدريج، امشي خطوة، خطوة، لإن الاستمرارية أهم بكتير جدًا من إنك تبدأ بقوة، الاستمرارية والالتزام هو ده اللي هيوصّلك للنتيجة اللي أنت نِفْسك فيها. خامس خطوة، اختار الشخص الصح، الناس اللي حواليك ممكن يخلّوك تكمّل تمرين وتلتزم بيه سنين، وممكن يخلّوك تُحبط وتُقف في نُص الطريق وما تكمّلش تاني، عشان كده اختار شخص يشجّعك، اختار شخص عنده نَفْس هدفك، وده هيخلّيك تتحمّس حتى في الأوقات اللي أنت طاقتك فيها هتكون صفر. لكن لو اللي حواليك ناس بتستهزأ باللي أنت بتعمله وبتتريق على كل تطور بيحصل لك، هتفقد الحماس وهتفقد الشغف وصدّقني هتقف وهتكسل. البيئة اللي أنت عايش فيها والناس اللي حواليك بيكون ليهم تأثير كبير جدًا على التزامك وبيكون ليهم تأثير كبير جدًا على عقليتك. وفي النهاية التمرين ده مش مجرد شكل جسم، التمرين ده حاجة بتعلمك الانضباط والصبر. وكل يوم بتنزل تتمرن فيه رغم الكسل ورغم إنك مش قادر تتمرن، أنت كده بتبني وبتطوّر نسخة أحسن من نفسك كل يوم. ابدأ اتمرن كل يوم وده هيطوّرك حتى لو بخطوة صغيرة جدًا. بس كده ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، أشوفك في فيديو جديد.